يا هلا ومليون هلا بالحبايب. ايوه زي ما سمعتوا في الفيديو كده. يا بسمة، ده انتي كنت تنزلي الفيديوهات اللي هي ب20 جنيه، وكان في بعض الناس كانت في الكومنتات بتنتقد. هما مش كتير بصراحة، حبة قليلين لا يذكروا. انا عارفة ان الدنيا غليت جدا جدا، وخصوصا البنزين رفع، فال20 جنيه دلوقتي مش جايبة حاجة. طب ايه رأيكم نبدأ سلسلة جديدة؟ ولو عجبتكم، احنا بنسخن بالفيديو ده بس بال20 جنيه هنعمل افكار كتيرة جدا تخزني بيها حاجات في التلاجة وفي الفريزر زي العنوان بالظبط. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كله يصلي على النبي ولايك للفيديو. واهم حاجة بعد الصلاة على النبي، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا يعينهم وينصرهم ويقويهم. زي ما انتم شايفين كده الطماطم هتبدأ تغلى، فأي حد بقى لسه ما خزنتش طماطم او كانت مخزنة والكمية اللي عندها خلصت تلحق، لان الطماطم هتبتدي ترفع شوية. لان انا واحدة من الناس كنت مخزنة سبت كامل قبل رمضان، بس بسم الله ما شاء الله خلص، ففاضل فيه يعني كيسين او 3 بالكتير. فانا قلت هبتدي ان انا اجيب. والله يا جماعة كل كمية الطماطم اللي انتوا شايفينها دي ب30 جنيه. انا مش بقولك هاتي ب30 جنيه، دي طماطم كانت مستوية بس حلوة، حالتها حلوة جدا وما شاء الله زي ما انتوا شايفين. والله العظيم يا جماعة ال3 كيلو كانوا ب10 جنيه. طب يا بسمة الطماطم دي رخيصة، احنا عندنا اغلى. هاتي الطماطم اللي هي مستوية، اللي هي الكيلو ب5، هاتي لك 4 كيلو. لو انت في مكان اغلى من كده بكتير هاتي يا ستي 2 كيلو او 3 كيلو ب20 على حسب ميزانيتك. انت ال20 دي احنا بنبدأ بيها، لان اقل فئة سعرية دلوقتي او اللي نقدر نتصرف فيها احنا دول. كل كمية الطماطم دي والله ب30 جنيه. جبتها زي كده وغسلتها وقطعتها، حطيت عليها بنجراية صغيرة وحطيت عليها معلقتين كبار من السكر، وهرفعها على النار كده. عملت لي شوية صلصة حلوين ينفعوني في اي وقت بقى، مع كيس مكرونة مع شوية كشري، هعمل شوية بزلة، صينية بطاطس. عايزة اقول لكم الطماطم والبصل يعني اساس المطبخ. بعيدا يعني ممكن حد ما يشتريش لحمه وفراخ، بس الا الطماطم والبصل اساسيين عندنا. فانا هو جبت شويه طماطم وخزنتهم من 20 ل30 جنيه. وانتوا شطرتك بقى. نيجي بقى للحاجه التانية، الجزر. تمام، عايزين نعمل شويه مخللات يا جماعه. خلينا نتفق ان مش كل الاولاد، يعني احنا بنعمل البتنجان المخلل مثلا حلو وجميل مع الملوخيه الخضراء، ذوقنا احنا الكبار الاب الام، لكن الاولاد والشباب اللي طالعه دول والبنات ملهمش في جو البتنجان المخلل، او مش كله بيحبه. لكن انا عايزه اعمل شويه مخلل كده نضاف، وحطي تحت نضاف كلمه نضاف مليون خط في البيت. طبعا الجزر من الحاجات اللي ما بيختلفش عليها اتنين، والكل كلنا بنحبه. جبت دول ب20 جنيه، كان الكيلو ب8، جبت كيلو وربع هيدولك ب10، الاتنين ونص ب20 جنيه. جبتهم قشرتهم كويس وغسلتهم، وهبتدي ان انا اقطعهم بالقطاعه اللي انتوا شايفينها دي. عندك القطاعه بتاعت المخلل ماشي، ما عندكيش السكينه مش هتقول لا. عايزه بقى تقطعيه دواير حلقات اللي انت حباه. انا النهارده هعملك شويه جزر هتاكليهم في خلال 5 ايام. مخلل الجزر السريع ازاي بقى؟ جبنا الجزر قشرناه وغسلناه كويس جدا وقطعناه، وبعد ما بنقطعه بنشطفه وبنصفيه. عندي هنا 2 لتر مية سخنة، 2 لتر مية سخنة او ما يعادل 6 كوبايات كبار مية سخنة، بسيبهم يغلوا على النار. كل لتر مية بخلل بيه اي نوع مخللات بياخد 3 معالق كبار ملح، بس المعلقة بتكون مليانة على اخرها. انا عندي لترين مية، حطيت عليهم 6 معالق ملح كبار، حطيت عليهم معلقة سكر كبيرة، حطيت عليهم معلقتين خل كبار، وحطيت فصوص توم زي ما انتوا شايفين كده في المية السخنة اللي هي بتغلي. يبقى لترين مية عليهم 6 معالق كبار من الملح، عليهم معلقة كبيرة سكر هرمية، عليهم معلقتين كبار خل، وفصوص من الثوم، وعصير ليمونة واحدة بس. تمام. هجيب المية السخنة اللي بتغلي جامد جدا، واروح حطها على الجزر بعد ما غسلاه ومصفياه، واروح اغطيها. مش هرفعها على النار، بس هحط الجزر في المية المغلية واغطيه بسرعة قبل البخار ما يتبخر ويطلع من الحلة بتاعتي، واسيبه بقى كده لحد لما يبرد تماما. هنا بحط برضو كام فص توم. المية السخنة دي هتعجل لي بسوى الخيار، وفي نفس الوقت هيبقى بيقرش وجميل، وفي نفس الوقت هيستووا معايا بسرعة. هسيبهم على جنب كده لحد لما يهدوا.
نيجي بقى النوع المخلل التاني الخيار. انا اخترت اكتر نوعين حلوين وسعرهم معقول، الخيار والجزر. طبعا الليمون ده خليه على جنب دلوقتي لان اسعاره بقت فلكيه، اغلى حاجه في الخضار والفاكهه دلوقتي بقى الليمون. فانتوا زي ما انتوا شايفين كده انا هجيب الخيار. الخيار بقى كان في نوع ب10 ونوع ب15، ده فضلت انقي بقى وطلعت الحلو من ب10. يا ستي انتي عندك ب15 هاتي كيلو خيار ب15، عندك ب20 هاتي كيلو خيار ب20. الكميه يعني على حسب شطرتك. تمام، يعني مثلا لو في مكان الاسعار فيه شويه، يعني انا ده والله زي ما قلت لكم كان فيه ب10 و15، انا نقيته من ابو 10، جمعت كده ونقيت كيلو حلو فظبط لي الدنيا. انتي بقى على حسب بقى السعر عندك برضو هيبقى فرنج من 10 ل15 ل20. عملنا بقى كيلو خيار مخلل محترم. انتي بره لو هتجيبي شوية مخلل بيديهولك كده عينة بالجرام ب20 جنيه، مش جايين في طبق صغير. احنا عملنا كيلو اهو ما شاء الله، غسلته شلت الجزء اللي في الطرف وقسمته على 2. وهنعمل برضو خيار مخلل سريع. ده لتر مية سخن بس برد، بسيبه لحد لما يبرد، لان الخيار روحه قصيره مش زي الجزر بيستحمل الميه السخنه. لتر ميه سخن سبته لحد لما برد، حطيت فيه كام فص من فص ثوم قطعتهم، وحطيت فيه 3 معالق كبار من الملح، ومعلقتين خل، معلقه سكر كبيره هرميه. السكر بيبقى زي المادة الحافظة للمخلل، وكمان بيديله قرمشة حلوة، وبيكون عادل ما بين الحموضة والملح بتاع المخلل، بيدي تيست وطعم حلو جدا. قلبت ده كله مع بعض زي ما قلت، لتر مية عليه 3 معالق كبار من الملح، من معلقة لمعلقتين كبار خل، ومعلقة سكر، وفصوص الثوم. قلبتهم كلهم مع بعض. لو تلاحظوا المخلل ده انا عملته بس الجزر عشان 2 كيلو هياخد معاكي ليمونه بالكتير. هنا الخيار ما حطلوش ليمون. تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لو عندك الميه بتاعه هريسه الشطه او الفلفل الاحمر حطي معلقه او معلقه شطه بودر، برضو بتدي تيست وطعم حلو. هي مش بتخليه سبايسي جامد، بس بتدي تيست وطعم حلو للمخلل. انا ما كانش عندي بصراحه، فانا عملته زي ما انتم شايفين كده على الطبيعه تماما. كبيت عليه الميه اهو وقفلته كويس قوي، بس حطيت على الوش ورقتين لورا. سواء الجزر او الخيار او اي مخلل بعمله بحب اضيف على الوش ورقتين من ورق اللورو او ورق الغار على حسب ما بتسموه عندكم. عملنا 3 برطمانات مخلل زي الكتاب ما قال. بصوا الكمية ما شاء الله ولا قوة الا بالله. الجزر كان ب20 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والخيار كان ب10 على بعض 30 و10 جنيه. هنقوله الملح وحتة التوم اللي حطيناها وورق اللورو 40 جنيه. عملنا 3 برطمانات مخلل تحفة. تمام. ايه برضو من الحاجات الفئة السعرية بتاعتها بسيطة، البطاطس دلوقتي رخيصة جدا جدا، وخصوصا البطاطس اللي هي الصغيرة قوي دي خطيرة، دي العشق بالنسبة لي. دي بقى جيبيلك 2 كيلو، بقى الكيلو عندك ب5 ولا ب2.5 ولا ايا يكن، جيبيلك 2 كيلو كده. كل الحاجات اللي انا بقولها دي سعرها بيكون اقل من 10 جنيه. عايزه اقول على حاجه مهمه بالنسبه للخيار. الخيار عشان بيعتبر بيستوي بسرعه، فانا بعمل كيلو يا جماعه مش اكتر، يخلص اعمل تاني. بلاش ان انا اعمل كميه كبيره في الخيار عشان العمر الافتراضي بتاعه او روحه قصيره زي ما بيقولوا. لكن الجزر بيستحمل ويقعد معايا، هو مش بياخد ثواني على فكره في ان انا اظبطه واعمله، مش هياخد معاكي ثواني. تمام. نيجي بقى للبطاطس. هديلك 2 كيلو 3 كيلو من البطاطس الصغيره دي، وابدأي ان انت تغسليها كويس قوي وتسلقيها في ميه، وحطي على الميه معلقه ملح وسيبيها لحد لما تستوي. خليها تستوي بنسبه 95%، وبعدين زي ما هي بقشرها بنسلقها بقشرها، وبنشيلها في التلاجة بقشرها في اي علبه كده بالغطا محكمه الغطا، وسيبيها. لان البطاطس دي انا لو هعمل منها فهي بتاخد وقت. لما بسلق منها كميه واسيبها في التلاجة باخدها بقشرها في اي كزرولة عندك او حلة صغيرة، نزليها في مية يدوب تسخين، مش بتقعد معاكي 2-3 وبتبقى سخنة وكأنك طازة وعاملاها فريش. قشريها بقى، قسي من 1/2 او زي ما هي سليمة، حمريها بتبقى حلوة جدا. بتتهرس يا جماعة بتبقى جميلة جدا. بتتعمل مع البيض، بتبقى مهروسة مع البيض. بتعمليها الطماطم المكمورة. بصوا استخداماتها لا غنى عنها. بسلقها واحطها زي كده بتقعد في التلاجة. عارفه لو ابنك جه متاخر من المدرسه ولسه ما عملتيش الاكل، لو طلعتي وحدتين هرستيها بقى بمعلقه سمنه ببضايه مسلوقه حمرتيها،
بتبقى خطيرة. ادي الطماطم بعد ما استوت معانا برضو وجهزت. طماطم من الحاجات الاساسية، وادي البنجر بسيبها تهدى تماما، وبعدين ببتدي ان انا اضربها في الخلاط، وبعدين بصفيها واعبيها في اكياس وعلى الفريزر، تبقى عندي تسبيكة جاهزة وزي الفل. يبقى كده تسخين زي ما قلنا، الحاجات اللي احنا ممكن نبتدي نعمر ونملى بيها مطبخنا واحدة واحدة، وبتكون افكار اقتصادية وعلى قد الايد. وزي ما قلت لكم احنا لسه كده بنسخن في الموضوع. لو عجبتكم الفكرة دي، حاجة بسيطة كده على الماشي، اكتبولي تحت في الكومنتات وحطوا لايك للفيديو عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. واهم حاجة اكتبولي تحت في الكومنتات عشان لسه في افكار كتيرة جدا هنبتدي ان احنا نملي بيها مطبخنا، تلاجتنا، الفريزر بتاعتنا، وعلى قد الايد زي ما اتعودنا ومع بعض من 9 سنين والعمر كله ان شاء الله. ربنا يصلح حالي وحالكم ويوسع ارزاق الجميع، وما تنسوش الدعاء لاخواتنا، ربنا يعينهم وينصرهم ويقويهم. اشوفكم على خير، مستنيه رايكم لان رايكم يهمني جدا، ومع السلامه.